بسم الله. اقول لك على حاجه، لو عرفت توصل لها او عرفت تحققها يبقى انت كده ملكت دنيتك واخرتك. عارفين هي ايه؟ حب الله. انت عارفين لو ربنا حبك ده يعتبر قمه النجاح، لا بل النجاح نفسه. لو ربنا حبك هيخلي كل شيء على الارض يحبك، هدومك تحبك، شغلك يحبك، مديرك في الشغل يحبك. فلو كل حاجه في الدنيا على الارض حبتك يبقى انت كده وصلت لقمه النجاح. لو ربنا حبك هيوصلك لكل شيء. لو ربنا حبك هينور بصيرتك، هتعرف ده بيحبك، ده بيكرهك، ده بيدبر لك مكيدة، ده كويس. لو ربنا حبك هيشيل من قلبك الغل والحقد والحسد، فهتحس براحة نفسية، هتفرح بكل شيء عينك تيجي عليه. لو ربنا حبك منحك الحكمة، ان انت كل ما تيجي حتى تتكلم مع حد لسانك يبقى حلو، يحب يتعامل معاك. لو ربنا حبك هيمنحك الرضا، اي حاجة في الدنيا انت راضي بيها، كتير قليل المهم البركة. ربنا يبارك فيكم ويسعدكم ويرزقكم زيارة البيت يا رب. يا رب يرزقكم عمره قريب بإذن الله. خلاصة القول، الزتونة بتاع الموضوع، لو ربنا حبك منحك القبول بين الناس. القبول بين الناس ده مش هتوصل له الا اذا علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى كويسه. يرضي ربنا هيرضيك. لو ربنا منحك القبول بين الناس، وانت لسه عايز ايه بقى؟ الناس كلها قابلاك والناس حباك وبتحب تتعامل معاك، فيك قبول، كل حاجه بتعملها مقبوله منك. ربنا يرزقنا ويرزقكم القبول يا رب.